Roman Reigns, I acknowledge you. Because Undertaker, you're next to rest in peace. You're next. الأسطورة الجولدبرج اللي سبحان الله المصارع المفضل بالنسبة لناس كتير، ازاي معرفش. انا بقى جايب لك 8 كوارث ليه علشان دي ما ينفعش اسميها ماتشات. شوف بنفسك واحكم، ولو جون سينا بيدفن المواهب فجولدبرج بيردم عليهم بين مسيرتهم على الاخر. قبل ما نبدا يا ريت بس صلي على النبي وما تخليش الفيديو ده يلهيك عن الصلاة، ما تخليش اي حاجة تلهيك عن صلاتك، وادعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم باذن الله. وبشكركم جدا والله يا رجاله على الكومنتات الجميلة دي، ويلا بينا على الضحك ده. رقم 8 2020 ريسلمانيا 36، جولدبرج ضد برون سترومان على لقب اليونيفرسال. وحشين هيدبوا في بعض في ريسلمانيا، وبدأت المباراة وعلى طول سبير من جولدبرج وكمان سبير من جولدبرج، 4 سبير، ويقوم له برون سترومان يعمل له 4 باور سلام ويعد 1 2 3 بس كده. ده كل اللي حصل في الماتش، مش ملخص والله، ده حرفيا الماتش بالكامل. المباراة دي كان من المفترض ان يكون رومان رينز هو خصم جولدبرج، ولكن علشان الفيروس ورومان رينز كان مناعته ضعيفة فاضطر يغيب واستبدلوه ببرون سترومان. يعني ده ماتش على لقب العالم وفي ريسلمانيا. انا حتى رقم 8 عشان بس الجولدبرج خسر. جولدبرج ضد بروك ليسنر في ريسلمانيا 20 2004، والحكم كان ستون كولد ستيف اوستن. في ريسلمانيا يعني افضل عرض في السنه قدام اكبر جمهور في المصارعه في قاعه ماديسون سكوير جاردن، والجماهير مستنيه المواجهه دي بفارغ الصبر ومستنيين جمدان. لكن اللي حصل غير اللي حصل، فضيحه من اول لحظه، والجمهور قلب عليهم وصيحات استهجان وغرف داهيه من هنا وده، لان الجماهير عرفت ان ده اخر ماتش ليهم وهيمشوا من الدبليو دبليو اي. وستيف اوستن هو الوحيد اللي اخد تشجيع جامد جدا من الجماهير رغم انه الحكم، واللقطه دي لوحدها بتقول كل حاجه. وبروك وجولدبرج عارفين ان ده اخر ماتش ليهم ومش عايزين يقدموا حاجه عادله للجمهور، وفي الاخر فاز الجولدبرج. وبروك ليسنر صبع للجماهير وصبع لستيف اوستن، قام ستيف اوستن رازعه ستانر وستانر كمان لجولدبرج، ويلا غرف داهيه من هنا. وحرفيا الماتش ده نقطه سودا في تاريخ الاتنين. ويلا بينا على اللي بعده. رقم 6 سمر سلام 2019، جولدبرج ضد دولف زيجلر، او زي ما بنسميه ملك السيلينج، اللي وظيفته الاساسيه انه يخلي اي حركه تبان قويه، يطلع اي مصارع جامد. دخل دولف زيجلر ومسك المايك وقال انا افضل مصارع وجولدبرج خرافه من الماضي، ودخل له جولدبرج اللي دخلته كانت اطول من الماتش اصلا. وبدات المباراه وسوبر كيك على طول من زيجلر، ويعد الحكم 1 بس ده فينش على فكره. سوبر كيك تانية وعد 1 يا يابا، طيب 2 حتى، ويقوم يعمل لي سبير بسيلينج جامد جدا من دولف زيجلر، وده قمر وعد 1 2 3 بس كده، دقيقة و50 ثانية ومشى الجولدبرج. ولكن دولف زيجلر مسك المايك وقال يا عجوز انت ما عندكش شجاعة، ده كان حظ مش اكتر. والجماهير نازلين ضحك على خيرهم، ورجع الحلبة تاني وعمل له كمان سبير. وبعد ما الجولدبرج ماشى خالص وطلع بره، مسك دولف زيجلر المايك وقال انا لسه واقف على رجلي، انت برضه خرافه من الماضي، ولو راجل تعالى. ورجع تاني وعمل له كمان سبير، والجماهير نازلين ضحك. هو انا بس اللي شايف ان ده مش مضحك؟ يعني في الدقيقتين دول عمل فيهم كلمات لدولف زيجلر. يا عم والله اسمها مصارعه المحترفين مش مصارعه الحمير. دولف زيجلر موهبه كبيره مهدره، اداؤه على الحلبه ممتاز، افضل سيلينج في جيله، حتى المايك بتاعه كان حلو. اي نجم جديد الدبليو دبليو عايزه ترفعه، او النجم قديم منتهي الدبليو دبليو عايزه تثبت انه لسه قوي، تحطه قدام زيجلر المظلوم اللي لو كان في اي اتحاد تاني كان زمانه ايقونه وكان زمانه بطل عالم. كفايه كده علشان الكلام كتير بجد. جولدبرج ضد بروك ليسنر 2016 مين ايفنت سرفايفر سيريز. بروك ليسنر اللي كسر اسطوره جون سينا في 2014 ومحدش قادر عليه، وجولدبرج راجع بعد 12 سنه والناس مستنيه تشوف دمار تعويضا لمباراتهم 2004. والحكم يرن الجرس، بروك ليسنر يشيل جولدبرج ويحدفه عند الكورنر، وجولدبرج يزق ويوقعه ويعمل له سبير كمان سبير، وجاك هامر 1 2 3 12 سنة غياب. بروك ليسنر اللي كسر الاستريك بتاع الاندرتيكر اتفشخ في اقل من دقيقتين. شفت كومنت كده على اليوتيوب على الماتش ده، واحد كاتب 6 شهور بيعلنوا عن الماتش، شهرين بروموهات، 8 دقايق دخول، دقيقتين المباراة. لا يا اسطى مش متفق معاك بصراحة، المباراة كلها دقيقة و26 ثانية بس مش دقيقتين.
جولدبرج ضد كيفن اوينز فاستلين 2017. كيفن اوينز بطل العالم، راجل شايل اللقب من شهور ومكسر الدنيا وعمل ماتشات جامده جدا وهزم جون سينا نضيف، بس خصمه الليله غير ده الجولدبرج. المهم بدأ الماتش ايه ده الماتش خلص والله سبير وجاك هامر، وجولدبرج اخد اللقب في 22 ثانيه. موسيقى كريس جيركو اشتغلت وشتتت كيفن اوينز. يا سلام على الكرياتيف كده، انتم حافظتوا عليه يعني. ده كله بقى ليه؟ كانوا عايزين يلعبوا جولدبرج ضد بروك ليسنر في ريسلمانيا. حسبي الله ونعم الوكيل يا عم. كيفن اوينز يتعمل فيه كده؟ ده انا حاطه خلفيه للموبايل يا جدعان، انا مش هتكلم. جولد ضحك ضد ذا فيند سوبر شو داون 2020 على لقب اليونيفرسال. دخل ذا فيند باجواء المرعبه والكل مستني، وانا مستني اشوف اللي هيحصل في الجولدبرج. وبدات المباراه سبير، كمان سبير، 3 سبير، جاك هامر، وفاز الجولد ضحك على ذا فيند في اقل من 3 دقايق. المصيبه مش في الخساره بس، لا، المصيبه ان ذا فيند اتبنى على انه لا يقهر، وفي الاخر يحصل كده ازاي بعد مباراته ضد سيس رولينز، وسيس عمل كل حاجه، كراسي وسلالم و5 ستومب ورا بعض ومش عارف يثبته. في النهايه يجي راجل عجوز منتهي يعمل كده. ده كله ليه بقى؟ علشان يلعب ضد رومان رينز في المين ايفنت، الماتش اللي ما حصلش اصلا، واستبدلوه ببرونو سترومان زي ما قلت لكم. وبرونو سترومان هزم بكل سهوله. والله يا عبس ما بعده عبس، ما شفتش كده في حياتي يا اخي. جولدبرج ضد الاندرتيكر سوبر شو داون 2019، وده كان الماتش الاول بينهم. ومبدئيا كده ده اسوأ ماتش في تاريخ الاندرتيكر، وممكن يكون اسوأ ماتش في تاريخ المصارعه عموما. الاندرتيكر كان عايز يختم مسيرته وكان شايف ان ده هيكون الماتش الانسب. المهم بدات المباراه ويا ريتها ما بدات. في الاول كده الجولدبرج قاعد يجعر شويه ويتريق على اندرتيكر، فتكر ضربه وجولدبرج ردها له بسبير وكمان سبير وثبت، ولكن لسه بدري. وجولدبرج بيجري على تكر، راح لابس في العمود، لا لبس بجد وجاب لنفسه ارتجاج في المخ، لا حول ولا قوه الا بالله. بقى عامل زي البطه الدايخه زي ما انتم شايفين. واندرتيكر اتسلى عليه شويه وقعدوا يعملوا حركات غريبه جدا، وواضح قوي ان حصل لبس وناس السيناريو وناس الحركات اللي المفروض يعملوها وتنفيذ كارثي. المهم بعدها اندرتيكر عمل له شوك سلام وعمل له جولدبرج ستون وغلط في الحركه ونزل جولدبرج على دماغه اللي هو عنده ارتجاج فيها اساسا وثبت، ولكن جولدبرج فك التثبيته وبعدها عمل له سبير وقومه علشان يعملوا جاك هامر، ولسه بيرفع تيكر ولكن الحركه تقف في النص وينقلب ويقلب تيكر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ورقبه تيكر حرفيا كانت هتتكسر هنا، وثبت الاندرتيكر ولكن فلت، وراح يرفع الاندرتيكر علشان المفروض تيكر يقلب الحركه والكلام ده كله، ويقع ويوقع معاه الاندرتيكر. يعني حرفيا عواجيز يا جدعان، عواجيز، نعمله ايه بس. وفي الاخر اندرتيكر عمل شوك سلام تعبانه جدا ويثبت ويفوز اخيرا. الماتش خلاص، حرفيا الجماهير كانت بتموت. ووش تيكر هنا اللي هو اللي انا عملته في نفسي ده كله علشان الفلوس، روحوا تعالجوا بيها بقى. رقم 1 جولد زيفت ضد بريت هارت 1999 على بطولة العالم. الماتش ده في الأول كان ماشي كويس عادي جدا، ولكن في الآخر الجولدبرج ضرب بريت هارت بالرجل في دماغه وعمل له ارتجاج في المخ وأنهى مسيرة الأسطورة بريت هارت. بعدها عمل له سبير وبريت هارت لسه بيعمل له سامبيشن. الحكم أعلن فوز بريت هارت وجولدبرج ما استسلمش أصلا، وبريت هارت نفسه كان مستغرب. يعني الحكم أصلا كان رودي بايبر وهو مش موضوعنا عموما. المهم بعدها بشهور بريت هارت أعلن اعتزاله نهائيا بسبب الإصابة دي. في النهاية حابب أقول لك ان الجولدبرج بجد ملوش فيها ومنفوخ نفخه سودا، وده لانه عنده شعبيه كبيره بسبب شخصيته. الشخصيه بتلعب دور كبير جدا، يعني لا عنده ولا مايك، اخره يقول يو ار نيكست، ولما يحب يغير يقول اي ام نيكست، ولما حب يعمل برومو زي الناس ويتكلم شويه قدام درو ماكنتاير نسي الكلام وكان فضيحه، ودرو ماكنتاير اللي هو مستغرب اصلا انت بتقول ايه يا حاج انت. واداؤه على الحلبه زباله، ما تقولش ان اداؤه كويس، هو قوي ايوه بس مش عارف يتحكم في قوته، مش عارف يجاري المصارع قدامه، وماتشاته كلها قصيره. اطول ماتش ليه 14 دقيقه ضد تريبل اتش، وكان ماتش ممل جدا، ده انا كنت احطه في القائمه هنا كمان. ده غير ان شخصيته في الحياه زباله ومغرور وشايف نفسه واناني، وغير تصريحاته الزباله ضد اخواتنا وانه دايما بيدعم الاحتلال وكان عايز ماتش اعتزال يكون هناك. بجد شخصيه مقرفه، ومش هقول لك ما تحبوش لانك ما ينفعش اصلا تحب واحد زي ده. هتحب واحد يهودي بيدعم الاحتلال؟ ده انت تبقى فاجر يا اخي. بس كده انا خلصت كلام، ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، مش هتاخر عليكم. سلام.